السلام عليكم. اليوم عندنا كيكة 9 بيضات. طبعا هي كمية كلش كبيرة راح أسوي كيك، لهذا أحتاج 9 بيضات. راح نخلي البيض وتكون نخفقهم وحدهم إلى أن يتغير اللون مالتهم، يصير أبيض ويصير كأنه كريمي. بعدين راح أضيف شوية من نكهة البرتقال تروح الزناخة مال البيض اللي هو هذا. بعد ما ينخفق كلش زين راح نضيف كاستين سكر. وهاي الثالثة، لأن كمية كلش كبيرة. هاي رشة ملح ولبن، لبن ينطي نفشة للكيك، وضرب فانيلا. هسه راح نخلي عصير برتقال، احنا برتقالاية نعصرها، نسوي تقريبا نص برتقالاية. طبعا مع الاستمرار بالخفق أبد ما نتوقف. بعدين هذا كوب إلا ربع زيت، بيكنج باودر ظرفين، طبعا هاي الاثنين راح ندخل الطحين. الطحين يكون حسب الحاجة مال البيض، يعني حسب القوام يكون. طبعا أهم شي هسه راح نسخن حليب يكون كلش حار، بعدين راح أضيفه فوقه ورا ما يكمل القوام مال الطحين. بعدين راح يخف شوية القوام، راح نرجع نضيف مرة ثانية طحين وحتى نوصل للقوام المطلوب. وأنا هنا يعني أخفق باتجاه واحد وحتى كله يختلط سوا. طبعا يحبون يسوون ألوان، ورا ما تخلصون تقدرون تقسموا وتخلون ألوان عليه، يعني حسب الرغبة. هسه أنا هاي حليب كلش حار. هسه راح تقريبا يتخفف الطحين. ورا ما نمزج الحليب بالكامل نضيف شوية طحين مرة ثانية. بعدها لازم نكون محضرين القالب. أنا اخترت قالب هيجي مثل صينية كلش كبير، وخليت بيه إما تخلون طحينية ما تلزق وكلش حلو تصير بيها، أو تخلون رشة زيت وفوقها شوية رشة طحين، يعني شي نقطة زيت. هيجي طحين ترشوه فوقها. بعدين راح نخلي الخليط، وهسه بعد ما نضيف عجينة بالقالب نشغل الفرن. حسب الفرن مالتكم، اكو افران الا يعني قبل ما نبدأ بالكيك نشغل الفرن حتى يحمى، اكو لا ورا ما نخلي العجينة يعني بالقالب يلا نشغله. طبعا هنا بقيت شوية من العجينة وضفت لها كاكاو، والكاكاو لازم كلش مو يكون من النوع الطيب. بعدها راح اضيفها بطريقة عشوائية، وراح ازينه هيجي اسحبها خطوط بالملعقة آم، او هاي السن مال عودة مال اسنان، اي شي يعني، بس انه تسحبه يصير شكل عشوائي يطلع حلو. بعدها راح اخليه بالفرن، اخذت وياي 40 دقيقة. الاسفل بعدين الاعلى، والحمد لله طلعت كلش طيبة.